هاد القصة ماشي خيال وماشي فيلم. هاد القصة ديال واحد الشاب كان عايش حياة عادية بزاف، خدمة عادية، دخل محدود، ولكن كان عنده واحد الحلم اللي كبير. الحاجة اللي كانت مختلفة فيه هي انه ما كانش راضي يبقى كيف ما هو، كان حس براسو قادر يدير كتر ولكن ما عارفش منين يبدا. نهار من الايام قرر يجرب شي حاجة جديدة ويدخل لعالم الانترنت. في الاول ما كان فاهم حتى شي حاجة وكل شي كان صعيب عليه، جرب بزاف ديال الحوايج وفشل مرات كتيرة ولكن ما استسلمش، بقى كيتعلم، كيشوف فيديوهات ويقرا، حتى بدا كيفهم كيفاش خدام السوق. ومن بعد قرر يدير مشروع صغير في الانترنت، خدمة بسيطة ولكن دار فيها كل جهده. في البداية ما جا عنده حتى شي واحد وبان له ان كل شي غادي يضيع، ولكن مع الوقت جاه اول طلب ومن تما تبدلت حياته. بدا كيطور راسو ويحسن الخدمة ديالو، وكل شهر الدخل كيزيد شوية بشوية، توصل لواحد المرحلة ولا كيدخل آلاف الدولارات في الشهر. ومن بعد حقق حاجة ما كانش حتى كيحلم بها، اللي هي ولا مليونير. ولكن النجاح ماشي غير فلوس، النجاح الحقيقي هو الحرية. ولا خدام منين ما بغا وكيعيش الحياة اللي كان كيتمنى. ولكن خاصك تعرف هاد الطريق ماشي سهل، فيه تعب وفيه شك وفيه لحظات كتبغي تحبس الانفاس، ولكن الا صبرتي وكملتي تقدر توصل داكشي اللي بغيت. والسؤال دابا هو واش غادي تبقى غير كتفرج ولا غادي تبدا، حيت الفرص موجودة ولكن ماشي اي واحد كيستغلها. والعبرة من هاد القصة هو خاص الانسان الا بدا شي حاجة يكمل فيها، واخا تيبان ليه هو داكشي ما غادي بيه حتى شي طريق، ولكن الانسان ما يستسلمش ويكمل في هذيك الطريق اللي بغا، حيت تكون على يقين واحد النهار غادي توصل داكشي اللي بغيتي ليه الا توكلتي على الله عز وجل. وإلا عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك ومتابعة للقناة، ونتلاقاو في فيديو جديد، والسلام عليكم.